السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قولولي بقى، ذاكرتوا درس الأماكن الخدمية في مدينتنا؟ شطار يا أبطال. تعالوا بقى مع بعض نحل أسئلة التقييمات اللي خاصة بالدرس. جاهزين؟ يلا بينا. أول سؤال معانا يا أبطال بيقول: تعاون مع زميلك ولاحظ الصورة المقابلة ثم أجب عن الأسئلة. وأول سؤال بيقول: عن أي الخدمات تعبر الصورة التي أمامك؟ الصورة هي أبطال دي صورة إيه؟ أيوة صح كده، دي صورة مدرسة. طيب بيقول عن أي الخدمات تعبر الصورة دي صورة مدرسة، بتعبر عن أي خدمة من الخدمات اللي احنا أخدناها. شطار، برافو عليكم، خدمة تعليمية، صح كده. تاني سؤال بيقول: اكتب أهمية واحدة لهذه الخدمة اللي هي الخدمة التعليمية. فاكرين أهميتها؟ شطار، برافو عليكم، التعليم وممارسة الهوايات المفيدة، صح كده. تالت سؤال يا أبطال: قدم مقترحا واحدا لتطوير هذه الخدمة. ده سؤال يا أبطال اجتهادي، ممكن نقول إيه علشان الخدمة دي تتطور؟ أنا هساعدكم. ممكن مثلا نقترح تدريب المعلمين. ما هو برضو احنا كمعلمين محتاجين ان احنا نتدرب طول الوقت على اساليب التعليم اللي بتتجدد كل شوية. وفي اقتراح كمان: استخدام التكنولوجيا في التعليم. ده طبعا هيفيد التعليم جدا، والتكنولوجيا بتتطور كل شوية. وممكن نقول كمان بناء المدارس والجامعات وتطويرها. انا قلت لكم اهو كذا اجابة، جاوبوا الاجابة اللي تحبوها. ولو عايزين تزودوا على الاجابات اللي انا جاوبتها دي تقدروا تكتبولي في التعليقات. السؤال اللي بعده يا ابطال: لاحظ واكتب. اكتب احد ادوار المواطنين في التعامل مع الخدمة بالصورة التي امامك. الصورة اللي قدامنا دي يا أبطال بتعبر عن خدمة إيه؟ دي صورة مستشفى، صح؟ طيب الخدمة دي خدمة إيه؟ خدمة صحية. حلوة قوي. فاكرين واجبنا ودورنا كمواطنين إيه تجاه الخدمة دي؟ شطار، برافو عليكم. أول حاجة المحافظة على نظافتها، تاني حاجة التزام الهدوء عند زيارة المرضى، تالت حاجة اتباع الإرشادات الصحية داخلها، رابع حاجة تقدير دور الأطباء في علاج المرضى وحماية صحتنا. هايل يا أبطال. تاني سؤال: تتعدد جهود الدولة في مجال تطوير هذه الخدمة. دلل على صحة العبارة السابقة. قولولي، فاكرين جهود الدولة عملت ايه عشان تطور الخدمة الصحية؟ هايل يا أبطال، برافو عليكم. أول حاجة بناء المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية. تاني حاجة أطلقت مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض، زي مبادرة ايه؟ مثل مبادرة 100 مليون صحة. السؤال اللي بعده: قدم توقعا واحدا في حال إهمال هذه الخدمة. السؤال ده برضو يا أبطال اجتهادي شوية. إيه اللي هيحصل لو إحنا أهملنا الخدمة الصحية؟ تعالوا نفكر مع بعض. قلنا الخدمة الصحية بتقدم لنا إيه أصلا؟ بتقدم لنا كشف وعلاج. طب لو إحنا أهملنا الكشف والعلاج إيه اللي هيحصل؟ مش هنقدر نعالج الأمراض، فإيه اللي هيحصل؟ فهتنتشر. يبقى بسيطة وسهلة، انتشار الأمراض والأوبئة. يبقى إيه اللي هيحصل؟ ستنتشر الأمراض والأوبئة. سهلة يا أبطال؟ سهلة. السؤال اللي بعده بيقول: قارن من خلال الجدول التالي بين الخدمات التعليمية والخدمات الصحية من حيث مكان تواجد الخدمة وأهميتها ومقترحات تطوير الخدمة. تعالوا ناخدها واحدة واحدة. أهو الجدول قدامنا، وأول حاجة عايزيننا نقارنها مكان تواجد الخدمة. الخدمات التعليمية بتبقى موجودة فين؟ في المدارس، شطار. والخدمات الصحية مكانها فين؟ في المستشفيات، صح كده. طيب أهمية الخدمة، الخدمات التعليمية قلنا أهميتها إيه؟ التعليم وممارسة الهوايات المفيدة، شطار. والخدمات الصحية أهميتها إيه؟ الكشف وتقديم العلاج، هايل. مقترحات بقى تطوير الخدمة، إحنا لسه قايلين مقترحات تطوير الخدمة التعليمية. قلنا تدريب المعلمين، استخدام التكنولوجيا في التعليم، وقلنا بناء المدارس والجامعات وتطويرها من أجل مستقبل أفضل للطلاب. قولوا المقترحات اللي تعجبكم. والخدمات الصحية إيه مقترحاتنا لتطويرها؟ هنقول نفس اللي قلناه برضو، تدريب الأطباء والممرضين. وممكن نقول
تحديث الأجهزة والمعدات الطبية. الأجهزة والمعدات الطبية اللي بنستخدمها في المستشفيات لازم نحدثها من الوقت للتاني، لأن الأجهزة والمعدات دي بتتطور باستمرار. وممكن برضو نقول بناء المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية. وممكن كمان نقول عمل العديد من المبادرات، نعمل مبادرات كمان أكتر. باختصار يا أبطال، السؤال ده ممكن نجتهد فيه ونقول اللي عندنا، المعلومات العامة اللي عندنا، أو لو ما عندناش ممكن نقول الجزء بتاع جهود الدولة. مش احنا قلنا ان الدولة بتطور الخدمة دي؟ حلو قوي. لو قال لي اقول مقترحات، لو انا عندي مقترحات جديدة ممكن اضيفها، الحمد لله. ما عنديش، هقول ساعتها الجزء بتاع جهود الدولة في تطوير الخدمات. سهلة يا أبطال؟ سهلة. السؤال اللي بعده، اكتب 2 من جهود الدولة لتطوير الخدمات التعليمية والخدمات الصحية. بالنسبة للخدمات التعليمية هنقول قامت الدولة ببناء المدارس والجامعات وتعمل على تطويرها من أجل مستقبل أفضل للطلاب. أما بالنسبة للخدمة الصحية قامت الدولة ببناء المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية، وأطلقت مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض مثل مبادرة 100 مليون صحة. السؤال اللي بعده يا أبطال، لاحظ الصورة التي أمامك ثم أجب. دي صورة إيه؟ دي صورة عربية الشرطة. حلو قوي. بيقول اكتب 2 من أهمية الخدمة التي أمامك. دي عربية شرطة، يبقى دي خدمة إيه؟ خدمة أمنية. فاكرين يا أبطال أهمية الشرطة؟ أيوة كده شطار. أول حاجة حفظ الأمن والنظام وضبط المخالفين والخارجين عن القانون. تاني حاجة تنظيم المرور والنقد وإصدار الوثائق الرسمية مثل شهادة الميلاد وبطاقات الرقم القومي وجواز السفر. السؤال اللي بعده، تعمل الدولة على تطوير هذه الخدمة. اثبت صحة العبارة السابقة. هقول حيث قامت الدولة ب. أول حاجة التدريب المستمر. تاني حاجة تحديث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في حفظ الأمن والاستجابة السريعة للحوادث والبلاغات. تمام يا أبطال؟ تمام. السؤال اللي بعده، تتعدد مهام مركز الحماية المدنية. دلل على صحة العبارة السابقة. فاكرين مركز الحماية المدنية اللي هو مركز الإطفاء؟ ايه أهميته؟ فاكرين كان بيعمل ايه؟ أيوة كده، برافو عليكم. أول حاجة إخماد الحرائق بمختلف أنواعها. تاني حاجة إنقاذ الأشخاص المحاصرين في حوادث مختلفة مثل حوادث الطرق وانهيارات المباني. تالت حاجة تقديم الدعم للمتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل. تمام يا أبطال. السؤال اللي بعده، بذلت الدولة الكثير من المساعي. المساعي يا أبطال يعني الجهود لضمان تقديم خدمة تجارية أفضل. برهن على صحة أو خطأ العبارة السابقة. هو في السؤال ده بيسألني إذا كانت العبارة دي صح ولا غلط، وبعد كده بيقول لي برهن يعني دلل. تعالوا نقرأ الجملة تاني واحدة واحدة. بذلت الدولة الكثير من المساعي يعني الكثير من الجهود لضمان تقديم خدمة تجارية أفضل. العبارة دي صح ولا غلط؟ شاطرين، برافو عليكم. العبارة دي صحيحة، يبقى هنقول له العبارة صحيحة. بعد كده بقى هنثبت، هنقول له لأن قامت الدولة ب. أول حاجة مراقبة الأسعار بالأسواق لمنع الغلاء. تاني حاجة التأكد من صلاحية المنتجات وسلامتها. تالت حاجة إنشاء أسواق متخصصة لبيع منتجات معينة مثل سوق الجلود. فاهمين يا أبطال احنا عملنا ايه؟ احنا قلنا العبارة دي صح ولا غلط؟ طلعت صح، وبعد كده أثبتنا له إنها صح. قلنا له على إن الدولة عملت جهود في تقديم خدمة تجارية أفضل. فاكرين الخدمة التجارية دي زي إيه؟ زي السوق. سهلة يا أبطال؟ سهلة. السؤال اللي بعده بيقول قارن بين الخدمات الأمنية والخدمات التجارية من حيث مكان الخدمة والأهمية وجهود الدولة لتطوير الخدمة ومقترحات تطوير الخدمة. واحدة واحدة. أول حاجة هنشوف مكان الخدمة. الخدمات الأمنية فاكرين مكانها إيه؟ شطار، برافو عليكم. الشرطة ومركز الحماية المدنية أو مركز الإطفاء. طب الخدمات التجارية مكانها إيه؟ مكانها كان السوق.
هايل. طب الأهمية، الخدمات الأمنية كان أهميتها إيه؟ هنقول ساعتها يا أبطال أهمية الشرطة وأهمية مركز الإطفاء أو مركز الحماية المدنية، وإحنا لسه قايلينها، زي حفظ الأمن والنظام وضبط المخالفين وهكذا، وإخماد الحرائق وإنقاذ المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل. وأقول بقى أهمية دي وأهمية دي، إحنا لسه قايلينها من شوية. طيب الخدمات التجارية، فاكرين بقى أهميتها كانت إيه؟ فاكرين السوق كان أهميته إيه؟ شطار، برافو عليكم. تلبية احتياجاتنا ومستلزماتنا زي إيه؟ زي الطعام والملابس والأدوات المدرسية. شطار يا أبطال، هايل. بعد كده بيقول جهود الدولة لتطوير الخدمة. فاكرين جهود الدولة عشان تطور الخدمات الأمنية عملت إيه؟ الدولة عملت إيه؟ إحنا لسه قايلينها من شوية. شطار، برافو عليكم. أول حاجة التدريب المستمر، تاني حاجة تحديث الوسائل التكنولوجية. طب الخدمات التجارية، فاكرين جهود الدولة لتطويرها كانت إيه؟ لسه قايلينها برضو. شطار، برافو عليكم. مراقبة الأسعار بالأسواق لمنع الغلاء، التأكد من صلاحية المنتجات وسلامتها، إنشاء أسواق متخصصة لبيع منتجات معينة مثل سوق الجلود. حلو قوي. بيقول بقى نقدم مقترحات تطوير الخدمة. هنبدأ الأول بالخدمات التعليمية. إيه المقترحات اللي عندنا؟ إحنا قلنا يا أبطال لو مش عندنا مقترحات بنعمل إيه؟ بناخد من جهود الدولة ونحطها في المقترحات. يعني ممكن نقول هنا في المقترحات هنقول مثلا يمكن استخدام الوسائل التكنولوجية والمعدات الحديثة. طيب ده بالنسبة للخدمات الأمنية. طب والخدمات التجارية؟ ممكن برضو نقول استخدام التكنولوجيا في مراقبة الأسعار بالأسواق مثلا، ده اقتراح. طيب أنا ما عنديش اقتراح، ممكن نقول حاجة من جهود الدولة، ممكن نقول مثلا إنشاء أسواق متخصصة ومنظمة. تمام يا أبطال؟ تمام. نيجي للسؤال اللي بعده في نموذج ألف. أكمل العبارتين التاليتين. أول سؤال، من أمثلة جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحية. عايزنا نقول هنا يا أبطال جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحية. فاكرينها؟ لسه قايلينها. شطار، برافو عليكم. بناء المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية، وأطلقت مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض مثل مبادرة 100 مليون صحة. طيب السؤال اللي بعده، يندرج تقديم الدعم لحل المشكلة في الصورة التي أمامك تحت الأماكن الخدمية الإيه؟ الصورة دي صورة إيه؟ صورة مباني بتقع. المباني اللي بتقع دي ممكن تكون بسبب زلزال أو بسبب مثلا مباني مبنية غلط فوقعت. مهم إن دي مباني بتقع، فهو بيقول لي هنا بقى إيه؟ تقديم الدعم لحل المشكلة اللي في الصورة دي، سواء بقى زلزال أو مباني بتقع أيا كان. لو المشكلة دي قدامنا هنكلم مين؟ مين اللي هيقدم لنا الدعم؟ الأماكن الخدمية الإيه؟ شطار، برافو عليكم. الأماكن الخدمية الأمنية، لأن إحنا في موقف زي ده هنكلم مركز الحماية المدنية اللي هو مركز الإطفاء. مش إحنا قلنا إن من مهام مركز الإطفاء أو مركز الحماية المدنية هو دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية زي الزلازل؟ وقلنا إن هم بينقذوا المتضررين والناس اللي اتأذت من الحوادث مثلا زي حوادث الطرق وانهيار المباني. يبقى الإجابة هتبقى الأماكن الخدمية الأمنية. السؤال اللي بعده يا أبطال، اكتب أهمية واحدة للأماكن الخدمية التعليمية. برضو لسه قايلينها، التعليم وممارسة الهوايات المفيدة. السؤال اللي بعده، تتعدد جهود الدولة في مجال تطوير الخدمات الأمنية. دلل على صحة العبارة السابقة. لسه قايلينها برضو، أول حاجة التدريب المستمر، تاني حاجة تحديث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في حفظ الأمن والاستجابة السريعة للحوادث والبلاغات. السؤال اللي بعده، قدم مقترحا واحدا لتطوير الأماكن الخدمية التجارية. لسه قايلين ممكن نقول استخدام التكنولوجيا في مراقبة الأسعار بالأسواق، وممكن نقول إنشاء أسواق متخصصة ومنظمة. تمام يا أبطال؟ تمام. نموذج ب، أكمل العبارتين التاليتين. أول سؤال، تندرج الصورة التي أمامك تحت الأماكن الخدمية الإيه؟
دي صورة ايه؟ دي صورة تجار بيبيعوا وفي ناس اهي بتشتري، يبقى دي صورة سوق. طب السوق ده بيندرج تحت الأماكن الخدمية الإيه؟ شطار، برافو عليكم، التجارية. السؤال اللي بعده، تعمل الأماكن الخدمية على تسهيل الحياة اليومية للمواطنين فاكرين؟ الأماكن الخدمية بتسهل الحياة اليومية للمواطنين وبتعمل إيه كمان؟ كنا قايلينها مع بعض قبل كده في الفيديو اللي قبله اللي هو فيديو الشرح. هايل يا أبطال، برافو عليكم. وتلبية احتياجاتهم الأساسية. احنا قلنا ان الأماكن الخدمية بتسهل الحياة اليومية للمواطنين وبتلبي احتياجاتهم الأساسية. السؤال اللي بعده يا أبطال، اكتب أهمية واحدة للأماكن الخدمية الصحية. هنقول ايه؟ هايل، برافو عليكم، الكشف وتقديم العلاج. السؤال اللي بعده، تتعدد جهود الدولة في مجال تطوير الخدمات التعليمية. دلل على صحة العبارة السابقة، لسه قايلينها. الدولة عملت ايه علشان تطور الخدمات التعليمية؟ قامت ببناء المدارس والجامعات وتعمل على تطويرها من أجل مستقبل أفضل للطلاب. هايل يا أبطال. السؤال اللي بعده، قدم مقترحا واحدا لتطوير الأماكن الخدمية الأمنية. زي ما تعودنا في الجزء ده بنقول برضو جهود الدولة، أو لو في حاجة ممكن نضيفها وماله. فأنا هقول هنا جهود الدولة: التدريب المستمر لأفراد الشرطة ومركز الحماية المدنية، وتحديث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في حفظ الأمن والاستجابة السريعة للحوادث والبلاغات. جاهزين معايا نخلص آخر نموذج؟ يلا بينا. نموذج جيم، أكمل العبارتين التاليتين. تعبر الصورة التي أمامك عن أحد الأماكن الخدمية التي توفرها الدولة لنا، وهي إيه؟ شطار، برافو عليكم، الأمنية. السؤال اللي بعده، تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بالأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات وسلامتها، وإيه كمان؟ ومنع الغلاء. شطار يا أبطال، برافو عليكم. السؤال اللي بعده، اكتب أهمية واحدة للأماكن الخدمية التجارية. قلناها قبل كده، الأماكن الخدمية التجارية اللي هو السوق مهم ليه؟ لشراء احتياجاتنا ومستلزماتنا من ملابس وطعام وأدوات مدرسية وغيرها. هايل يا أبطال. السؤال اللي بعده، تتعدد جهود الدولة في مجال تطوير الخدمات الصحية. دلل على صحة العبارة السابقة. الدولة بذلت جهود كتير في مجال تطوير الخدمات الصحية. ايه الدليل؟ هنقول حيث قامت الدولة أول حاجة بناء المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية. تاني حاجة أطلقت مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض مثل مبادرة 100 مليون صحة. السؤال اللي بعده يا أبطال، قدم مقترحا واحدا لتطوير الأماكن الخدمية التعليمية. قلناها قبل كده، التدريب المستمر للمعلمين واستخدام التكنولوجيا في التعليم. هايل يا أبطال، برافو عليكم. احنا كده الحمد لله خلصنا أسئلة التقييم الخاصة بالدرس. ولو أي حد يا أبطال عنده أي سؤال تقدروا تتواصلوا معايا طبعا على الفيسبوك وعلى الواتس. كانت معاكم ميس نادين، أشوفكم على خير إن شاء الله في مغامرة جديدة. مع السلامة يا أبطال.